مرحبا عيوني، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير يا ربي. اليوم راح اسوي كيكة المارس، الشوكولات المارس، فشي كلش طيب انا مجربته وراح اراويكم خطوة خطوة. حبايبي شنو احتاج بهاي الكيكة؟ فشي كلش بسيط ولذيذ جدا. كوب حليب نيدو، كوب طحين، بيضتين، 3/4 كوب شكر، 3/4 كوب زيت، وفانيلا وبيكنج باودر. وهاي الاشياء بعدين اراويكم اياها شنو راح اسوي بيها. حبايبي حطيت البيضتين قبل لا احمس الحليب، قلت اراويكم. احط 3/4 الشكر واحط فانيلا شويه على مود ريحه البيض، واسويهم بالماكينه. حبايبي كوب حليب نيدو احطه بالطاوة واحمسه الى ان يصير لونه ذهبي. كل شيء شفته يعني بالحليب المحموس يطلع كلش طيب. فاليوم راح اسوي كيك بسبوسة بالحليب المحموس كلش طيب يطلع. شوفوا عيوني، حليب النيدو حمسته اللي هو كان كوب، وصل لهذا اللون. احطه فوق الخليط اللي سويته هنا. بعد ما احتاج الماكينة، باليدوي يعني احركها بالايد. هسه احط كوب الطحين كله، ويا حطيت شويه بيكنج باودر واحركه. طبعا هو ثخين راح يصير. شنو اسوي؟ اخففه بالحليب شويه شويه مع التحريك المستمر. شوفوا عيوني، هسه حطيت نص كوب حليب فوقه، حليب سائل. أنا أريد هيك القوام، يعني انتو حاولوا الحليب من تحطوه وتنزلوه على الكيكة شوية شوية. فرضا حطيتوا هواية والكيكة طلعت خفيفة، زين، فشوية شوية. أحضر صينية مالت الفرن هيك مربعة أحب تكون. حطون ورق الزبدة. طبعا ورق الزبدة جدا مهم بحياة اللي تطبخ. كلش احترمه اللي يسوون ورق الزبده لان كلش حلو، بس تخلصوه راسا شيلوه وتذبوه احسن ما غسل وجلد. هسه شنو؟ احطه بالصينيه، واني شغلت الفرن 150 حطيته، واتاكد 100% شقد كم دقيقه راح ياخذ من عندي واقول لكم. حبايبي حطيت الفرن 150 درجه حراره، واحط الكيكه مالتي لان حميت الفرن بالبدايه. احطها وما افتح الفرن على مود لا شو اسمه تنزل 45 دقيقة، وهم اتأكد 100% شقد كم دقيقة تاخذ وياي واقول لكم. عيوني 45 دقيقة بالضبط حطيتها درجة حرارة 150. هسه شنو اسوي؟ اذا عندكم هيك شيء او اي شطل، شنو اسوي بيها؟ شوية هولز، يعني ثقوب اسوي بيها. ليش؟ لان انا راح اذوب الشوكليت المارس واحطه على الوجه على مود تشرب الكيكه بالشوكليت، تصير غنيه بالشوكليت. هسه افتح لي فد 5 حبات من هذا الشوكليت المارس، ها، واخففه بالدبل كريم لو بالجيمر، واحطه بالمايكروويف على مود يذوب. عيوني وانا ما حطيت الخمسه 5 قطع مارس، حطيت فوقها شويه دبل كريم على مود يذوب. حطيته بالمايكروويف دقيقه ونص، ذاب عندي. اخلطه مضبوط على مود اتخلص من هاي الكتل مال الشوكليت، واحطه على الوجه مالت الكيكه. اسوي بالبلندر على مود اتخلص من هاي التكتلات مالت الشوكليت كلها. زين، هسه احط هذا اللي سويته فوق الكيكه تشرب يعني، واحطها بالثلاجة. هسه انتظرها تبرد. يلا احطها بالثلاجة، ما يصير نحط اشياء حارة رأسا بالثلاجة. وهاي احطها على الوجه كمنظر، وانتم بكيفكم يعني حسب الرغبة. اذا يعجبكم تحطون اشياء بيضة مثلا شوكليت ابيض، حسب الرغبة يعني. بالنهاية كله يطلع طيب. او انتظرها تبرد واحطها بالثلاجة. شوفوا عيوني، هسه دا اقطعها مربعات على مود كل واحد ياخذ حصته، زين، واحطها بالثلاجة. كل ما تكون باردة يكون اطيب. زين، ها، ان شاء الله حلقتي لهذا اليوم تعجبكم. مكانكم خالي وسهمكم العافية. تحياتي.
حطيت الكرات هاي الشوكليت البراون، شفت هاي براون، الكيكة براون واني لوني براون، زين شنو الموضوع؟ فقلت اكاسره فد شي ابيض، فقررت ان احط موز، هل يطلع طيب موز وشوكليت؟ زين واحطها عليه، يعني غيرت الخطة. ان شاء الله حلقتي لهذا اليوم تعجبكم، مكانكم خالي وسهمكم العافية، تحياتي. هسه صار احلى المنظر اعتقد، يعني شوية تكاسر اللون.